واحد من أهم شوارع وسط البلد. كل جزء من الشارع ليه شكل وروح مختلفة. شارع بيربط بين ميدانين مهمين، شارع منه بتوصل لأحياء ومناطق كتير، حكاياته ما بتنتهيش وتاريخه مليان حواديت. رحلتنا هتكون في شارع الجمهورية، فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا أول بأول. ويلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا ورحلتنا النهاردة. رحلتنا واحنا رايحين على شارع الجمهورية بدأناها من شارع رمسيس في اتجاهنا للميدان اللي بيبدأ من عنده الشارع وهو ميدان رمسيس. على شمالنا هنا سنتر رمسيس، وعلى يميننا منطقة التوفيقية صاحبة الريادة في كماليات وقطع غيار العربيات، وعلى شمالنا جمعية المهندسين المصرية، واللي قدام شارع سليمان الحلبي اللي بيوصلنا لشارع عرابي. بعد جمعية المهندسين وعلى شمالنا موجود نقابة المهندسين، وبعدها نقابة التجاريين، وعلى يميننا محطة مترو عرابي على ناصية شارع عرابي. والشارع اللي جاي على شمالنا منه بنوصل لشبرا والنفق شبرا، وبعد الشارع مباشرة بيكون على يمنا جريدة الجمهورية. واحنا لسه موجودين في شارع رمسيس، واحد من اكتر شوارع مصر المليانة بالمعالم، وعلى شمالنا شركة الصرف الصحي، بعديها على طول وعلى الشمال مستشفى الهلال. والشارع اللي جاي على طول على يمنا هو شارع عماد الدين الشهير في مصر، واللي لو دخلنا شمال في امتداده بيكون شارع التعاون اللي بيوصلنا للأولى، ومنه برضه لنفق شبرا والحي شبرا العريق. واحنا ما زلنا في طريقنا لميدان رمسيس، وهيكون على يمنا بعد ما نعدي التقاطع ده على طول مسجد الفتح. ولو لسه موجود معايا في الفيديو اتمنى انك تعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. موجودين مع بعض دلوقتي في واحد من أهم ميادين مصر، وهو ميدان رمسيس اللي موجود فيه محطة مصر، المحطة المركزية للقطارات في مصر، واللي هيحصل فيه عملية تطوير قريب جدا إن شاء الله. احنا دخلنا كده يمين، وقدامنا هنا شارع كامل صدقي أو شارع الفجالة الشهير جدا، وقدامنا كمان في الجزء ده واحنا بنلف شارع كلود بيك. شارع الفجالة بيودينا لباب الشعرية، وشارع كلود بيك اللي قدام حضراتكم بيودينا لميدان العتبة. خلاص بقى داخلين على مسار رحلتنا مع بعض على شارع الجمهورية اللي بيبدأ من هنا وبيوصلنا لميدان عابدين، وبنعدي على ميدان الأوبرا كمان في طريقنا. احنا كده خلف مسجد الفتح، واضح مبنى أثري كده على شمالنا، وهو سبيل وكتاب أم محمد علي الصغير، واللي موجود من سنة 1867. سبيل رائع جدا في شكله الهندسي. دايما الجزء الأول من الشارع بيكون زحمة شوية لأنهم بيستغلوه كموقف للميكروباصات، واللي أعتقد أن الشكل ده هيتغير تماما مع عمليات التطوير اللي هتتم في ميدان ومحيط رمسيس. الجزء اللي احنا فيه هو أكتر جزء حيوي في الشارع، وأكتر جزء تجاري مليان محلات بيع مواتير المية ومستلزمات الأمن الصناعي، ومحلات العدد والأدوات المختلفة والآلات الميكانيكية وطفايات الحرائق. طبعا المكان هنا والمحلات هنا بتبيع بأسعار منافسة جدا. الشارع زي ما احنا شايفين كمان مليان بعمارات الزمن الجميل، مليان بتصميمات رائعة للعمارات، واللي محتاجة قدر كبير من الاهتمام عشان يرجع ليها شكلها ورونقها لما اتبنت على رواقة. شارع بدأ على اسم إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا، واسم شارع الجمهورية كان بعد ثورة 1952. شارع هنا كمان بيعدينا زي ما قلنا ميدان الأوبرا القديم، واللي موجود فيه تمثال لإبراهيم باشا، اسم الشارع القديم. لسه ماشيين مع بعض في الجزء الأول من شارع الجمهورية، والمبنى الأحمر اللي موجود على يميننا ده هو فندق فيكتوريا، واحد من الفنادق ال3 نجوم اللي موجودة في شارع الجمهورية. لسه العمارات والبيوت القديمة محوطانة هنا في شارع الجمهورية،
ولما الشارع بيوسع كده شوية هتعرف انك وصلت لتقاطع شارع نجيب الريحاني مع شارعنا، واللي لو دخلت منه هتوصل لميدان العتبة في الاتجاه الشمال، وفي الاتجاه اليمين هيوصلك لشارع عماد الدين ولشارع رمسيس. شارع نجيب الريحاني هتلاقي فيه مستلزمات فلاتر المية وقطع غيار الغسالات والبوتاجازات وحاجات تانية كتير، في شارع برضو من الشوارع التجارية في وسط البلد. الشارع اللي جاي بعد الإشارة على طول هيكون شارع واكد اللي بيوصلك لشارع عماد الدين، وعلى شمالنا بعد الإشارة على طول هتلاقي شارع مهم جدا وبيوصلك لمعلم مهم من المعالم المحيطة بشارع الجمهورية. على شمالنا شارع المهدي اللي موجود فيه مخبز لطيف وسيلي المشهور بتاع المخبوزات، واللي كان أول مكان دخل العيش الفينو في القاهرة، موجود من سنة 1897. كمان من معالم الشارع هنا صيدلية سنكلير اللي هنعدي عليها، واللي موجودة على شمالنا هنا، واحدة من أعرق الصيدليات في مصر، عمرها أكتر من 100 سنة، وكانت لواحدة اسمها سنكلير عاشت في مصر. بعدها على طول وعلى شمالنا موجود شارع علي الكسار اللي منه بنوصل للعتبة، وشايفين بقى العمارات القديمة اللي على شمالنا والباكيات القديمة اللي تحت العمارات. الشارع اللي على يمنا دلوقتي شارع الألفي اللي منه بنوصل لشارع عماد الدين، لو كملناه بنوصل لميدان عرابي، شارع مليان بالمطاعم ومحلات الحلويات، وفي محل آخر ساعة المشهور بتاع الفول والطعمية. موجود هنا كمان على ناصية شارع 26 يوليو محطة مترو العتبة. واحنا كده وصلنا لميدان الأوبرا، ولكن لاتجاهات السير ولبعض أعمال الإنشاءات هندخل على شارع 26 يوليو ومنه لشارع شريف وشارع عبد الخالق ثروت، في اتجاه رجوعنا لمسار حلقتنا مرة تانية مع بعض، وهو شارع الجمهورية. احنا حاليا في شارع فؤاد او شارع 26 يوليو، وداخلين على تقاطع شارع عماد الدين وتقاطع كمان شارع محمد فريد. شارع عماد الدين يمنا بيوصلنا لشارع رمسيس، وشارع محمد فريد اللي موجود على شمالنا بيوصلنا للسيدة زينب، وبتكون نهايته في النصرية عند بحة. احنا ما زلنا في شارع برضو اسمه اتغير بعد ثورة 52. اسم شارع كان متسمي على اسم الملك فؤاد لشارع 26 يوليو، هو تاريخ مغادرة الملك فاروق لمصر بعد ثورة 23 يوليو. كان اسمه زمان أكتر شارع بولاق. احنا ما زلنا في شارع 26 يوليو، من أهم معالمه المبنى الموجود في وشنا على طول هو مبنى دار القضاء العالي. موجود هناك محطة جمال عبد الناصر، سواء للخط الأول أو للخط الثالث الخط الأخضر. عشان نرجع لمسار رحلتنا، احنا دخلنا شمال على شارع شريف وهنكمل رحلتنا مع بعض. طبعا شارع شريف لو كملناه على طول هيوصلنا لباب اللوق، وبعد كده بنكمل باسم شارع نبار لغاية ما نوصل للسيدة زينب، وهنكمل شوية بقى جوه شارع شريف، وبعدين هندخل على شارع عبد الخالق ثروت. عدينا تقاطع شارع عدلي مع بعض ولسه موجودين في شارع شريف، وهندخل شمال من شارع عبد الخالق ثروت، واللي لو دخلنا منه يمين هنروح على شارع طلعت حرب، ولو كملنا على طول هنروح على شارع رمسيس. احنا بندخل شمال اهو، قدامنا هنا دار المعارف المشهورة جدا. وطبعا دخلنا الشارع اللي كان لينا رحلة جواه ممكن تسترجعها من فيديوهات القناة وتتفرج عليها وتشوف عدد المعالم الكبيرة اللي موجودة فيه وشكل العمارات الرائعة اللي موجودة جوه شارع عبد الخالق ثروت. بنعدي دلوقتي شارع جواد حسني، وزي ما حضراتكم شايفين هو شارع تجاري زيه زي شوارع كتير في وسط البلد، لكنه اهدى نسبيا من شارع طلعت حرب ومن شارع فؤاد ومن شارع محمد فريد. احنا كده بنعدي تقاطع شارع محمد فريد، وما زالت رحلتنا مستمرة جوه شوارع وسط البلد الجميلة. وفي شارع موجود في الجزء اللي احنا موجودين فيه دلوقتي محل جروبي المشهور. عبد الخالق ثروت كان رئيس وزراء مصر في عهد الملك أحمد فؤاد، ولو لسه موجود معايا في الفيديو أتمنى انك تعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير.
احنا كده وصلنا ميدان الأوبرا مرة تانية ورجعنا لمسار رحلتنا جوه شارع الجمهورية، وانت بتلف هتلاقي تجمع حمام كده رائع في وسط البلد، هتستمتع بيه جدا وانت بتتمشى في وسط البلد. بعد التجمع ده وأول شارع هيقابلنا يمنا هو شارع قصر النيل، واللي موجود على نصيته معلم من معالم شارع الجمهورية، وهو مسجد الكيخية اللي موجود من عصر الدولة العثمانية في مصر من سنة 1734، هو للأمير عثمان كتخدة. وزي ما بدأ الشارع بمعدات وآلات، فاحنا في الجزء اللي جاي وبعد المسجد هتلاقي بقى مستلزمات الكهرباء والنجف والأباليك كتروا جدا في كل المحلات اللي موجودة على يمنا وشمالنا، لأن احنا داخلين مباشرة وموجود على شمالنا شارع العشماوي اللي فيه كل مستلزمات الكهرباء وبأسعار مميزة جدا. لسه موجودين في شارع الجمهورية، ولسه محلات بيع النجف وأحبال النور واللمبات موجودة على يمنا وشمالنا، واحنا كده موازيين لشارع مهم وموجود فيه يعني محلات كتير لبيع الأجهزة الكهربائية. احنا موازيين دلوقتي لشارع عبد العزيز، واللي فعلا هنوصل ليه لو دخلنا شمال من شارع رشدي اللي هيقطعنا مع شارع الجمهورية دلوقتي، اللي هو أهل عابدين بيسموه شارع الساحة، هو الاسم القديم للشارع. موجود برضو على ناصية شارع رشدي هنا معلم من معالم شارع الجمهورية، هو مجمع محاكم عابدين. المبنى ده كان زمان موجود فيه عدد من المصالح الحكومية شبيه كده بمجمع التحرير. المبنى موجود من سنة 1875، كان في وقت من الأوقات مقر لوزارة الحقانية، وبعدين أصبح مجمع للمحاكم. شايفين بقى الشارع هدي كتير في الجزء ده اللي ما بين شارع رشدي وشارع البستان أو شارع عبد السلام عارف، واللي موجود فيه عدد من المكتبات، وموجود فيه كمان مسرح الجمهورية. عدينا خلاص شارع عبد السلام عارف او شارع البستان، وداخلين على تقاطعين مهمين. تقاطع او الشارع اللي موجود على يمنا هو شارع علي ذو الفقار اللي بيودينا لميدان محمد فريد، والشارع اللي على شمالنا هو شارع محمود سامي البارودي او شارع حسن الاكبر، واللي بيودينا مباشرة لميدان باب الخلق، وبيكون امتداده بقى منطقة الضرب الاحمر الجميلة جدا. احنا بنكمل طريقنا جوه الشارع اللي كل حكام مصر اهتموا بيه، وكل الشوارع المؤدية لقصر عابدين. شارع هنا ياما شاف مواكب ملكية وخديوية في فترات مختلفة في تاريخ مصر. احنا كده خلاص دخلنا على ميدان عابدين وقصر عابدين موجود على شمالنا. هنلف دلوقتي جوه ميدان عابدين واللي اسمه حاليا ميدان الجمهورية على نفس اسم الشارع. مسار رحلتنا النهاردة موجود على يمنا مبنى محافظة القاهرة، وأول ما بنلف جوه ميدان عابدين بيكون الشارع اللي موجود على يمنا هو شارع التحرير، اللي منه بنوصل لباب اللوق وبنوصل كمان لميدان التحرير. هسيبكم بقى تستمتعوا بواحد من أجمل الميادين في مصر وهو ميدان عابدين. دخلنا مع بعض على شارع ميدان الجمهورية، واللي لو كملناه على طول هيقطعنا يمنا وشمالنا شارع الشيخ ريحان. لو دخلنا من شارع الشيخ ريحان يمين نروح على ميدان التحرير، ولو دخلنا شمال بنروح على شارع بورسعيد، وهيكون امتداد شارع الشيخ ريحان هو سكة راتب اللي بتدخلك على الحلمية الجديدة. انا هدخل معاكم في اول شارع هيقابلنا يمين ان شاء الله، وهو شارع قولة. والشارع ده امتداده بيكون شارع محمد محمود لغاية ما بنوصل لميدان التحرير، بحيث ان احنا نشوف بعض الشوارع المحيطة بميدان الجمهورية وشارع الجمهورية اللي احنا كانت رحلتنا في النهاردة. شارع من الشوارع اللي بترجعك في مسارات السير مرة تانية في اتجاهات وسط البلد.
لان شارع الشيخ ريحان بيكون مساره هو في الاتجاه اللي رايح على شارع بورسعيد. دخلنا بالفعل شارع قولة، اللي من اهم معالمه هو مسجد جماعة انصار السنة المحمدية، وهو المسجد اللي هيقابلنا ناحية الشمال دلوقتي. وعند الجزء ده انا هنهي رحلتي معاكم اللي كانت موجودة في شارع الجمهورية، واللي بدأناه من عند ميدان رمسيس ووصلنا لغاية ميدان عابدين. امتداد شارع قولة زي ما قلنا شارع محمد محمود، بعد ما نعدي تقاطع شارع محمد فريد. واتمنى ان رحلتي معاكم تكون رحلة ممتعة، ويكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.